السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا أسباب سخطه وعقابه، واحذروا الربا فإنه من أسباب لعنة الله وغضبه، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات المهلكات لما له من الآثار السيئة والمآلات الوخيمة والعقوبات العاجلة والآجلة والأضرار البالغة على الفرد والمجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. الربا من أكبر الذنوب عند الله وأعظم الفواحش، محرم في جميع الشرائع السماوية. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالربا عباد الله فساد في الدين والدنيا والآخرة. إنه فساد في المجتمع واستغلال مبني على الشح والجشع والطمع. فالمرابي قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أكلة الربا عباد الله متوعدون بالوعيد الشديد في الدنيا والآخرة، مهددون بالعذاب في النار وبئس القرار. المرابون محاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهل يجرؤ على محاربة العزيز الجبار الواحد القهار من له مسكة عقل أو ذرة من إيمان؟ من بارز الله بالمحاربة خاسر مهزوم، ممقوت مذموم ملعون، ومطرود ومبعد من رحمة الله. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء، أي أنهم في الوزر سواء. فالربا خراب ودمار للبلاد والعباد، فيه تعطيل لمصالح البشر وتعريض لأموالهم للخطر، تمحق بسببه الأموال والبركات والأعمار. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. واسمعوا رحمكم الله إلى حالة المرابين يوم القيامة
كيف يقومون من قبورهم؟ قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذه الآية وكل الأحاديث التي جاءت هي عامة وجاءت بإطلاقها، فالذي يرابي سواء الآخذ أو المعطي كلاهما في الإثم سواء. فلذلك يجب على المسلم أن يحذر من الربا وإن كان قليلا. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ماذا قال المفسرون في هذه الآية؟ قالوا: أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي مسه الشيطان وصرعه. كلما قاموا سرعوا وكلما أرادوا النهوض سقطوا فهم كالمجانين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أي 70 إثما. الربا 70 حوبا أيسرها، وفي لفظ أدناها أن ينكح الرجل أمه. يقول العلامة السندي رحمه الله: فالحديث يدل على أن الربا أشد من الزنا. الربا أشد من الزنا، فإذا كان هذا أيسرها وأدناها كالذي ينكح أمه فكيف بأعظمها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. قال كعب رضي الله عنه وأرضاه: لأن أزني 33 زنية، لأن أزني 33 زنية أحب إلي من أكل درهم ربا يعلمه الله أني أكلته حين أكلته ربا. وفي هذا دليل على عظم الربا. أفبعد هذا يا عبد الله يقدم من في قلبه إيمان على التعامل بالربا أو معاونة من يتعامل به؟ فلا تغتر أيها المسلم بما عليه المتساهلون الذين غرهم الشيطان وأعماهم حب الدرهم والدينار والذهب والفضة والدولار. يتسابقون في جمع الأموال وفي جمع الفضة وغيرها. هؤلاء سيقاسون أتعابه ويتحملون حسابه ويصلون عذابه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تعود إلى قل. مهما بلغت أموالك الملايين ومهما بلغت تلك الأموال التي تملكها من عقارات وغيرها وكان رأس مالها الربا، فإنها تعود عليك يوم القيامة، بل تعود عليك في الدنيا إلى قل. ويوم القيامة تصلى إلى نار جحيم إن لم تتب إلى الله جل وعلا وتخلص النية في توبتك. هنا قال صلى الله عليه وسلم: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، يعني إلى قلة وخسارة. فاتقوا الله أيها التجار ولا تتعاملوا بالربا، وإذا أقرضتم الناس فأقرضوهم القرضا حسن، وإن زدتم فقد أربيتم. واصدقوا في معاملاتكم وبروا في أيمانكم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. واتقوا الله يا أرباب المصارف ولا تتعاملوا بالربا بحجة مجاراة الدول الغربية الكافرة وما وضعوه من أنظمة اقتصادية فاجرة بائرة تخالف القرآن العظيم
وتخالف كلام النبي الكريم وتخالف إجماع المسلمين. تلك الأيام التي مضت قد دفعت الظروف بعض الناس أو عددا من الناس إلى الجزع والخوف والفزع، فقدوا الصبر على ما يلاقونه من قلة السيولة، فذهبوا إلى أولئك المرابين واستبدلوا وباعوا ما يوجد في حساباتهم أو ما يوجد في بطاقاتهم المصرفية، باعوا العملة بالعملة مع الفارق، 1000 دينار بمقابل 900 أو أقل منها. هكذا فعلوا، وهكذا تفعل أو يفعل ضعف الإيمان وضعف الثقة بالله جل وعلا. يا عبد الله، أتخاف من الفقر وقد ضمن الله لك رزقك؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما من دابة يا عبد الله، ما من دابة في الأرض، في جوف الأرض أو على الأرض أو في السماء أو في الهواء أو في الماء إلا على الله رزقها. أين الإيمان بالله؟ أين الصبر يا عبد الله؟ أين هي تقوى الله التي هي سبب من أسباب جلب الأرزاق وطول الأعمار؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية نقرأها، تقرأ في محاربنا، تقرأ في مناسباتنا، يقرأها الصغير والكبير، لكن أين هو التدبر يا عبد الله؟ أين هو التدبر يا عبد الله؟ تقوى الله جالبة للرزق. اتق الله عز وجل، يأتيك الرزق من حيث لا تدري. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. اتق الله يا عبد الله. إذا كان الله جل وعلا يرزق الدواب، البهم والأنعام يرزقها الله جل وعلا، أفيعجز الله جل وعلا وهو القدير وهو الرزاق وهو الجواد الكريم على أن يرزقك يا عبد الله؟ لكن أين التوكل؟ أين التوكل على الله؟ قد ضعف التوكل عندنا على الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لو تتوكلون على الله حق توكله، انتبه، حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. هذا الطير يعمل بأقل الأسباب، يطير ويذهب من مكانه إلى مكان آخر فيرزقه الله جل وعلا. تغدو خماصا وتروح بطانا. لماذا لا تسعى يا عبد الله؟ لماذا لا تضرب في أرض الله؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. انظر، لن تموت ولن يموت أحدنا حتى يستكمل رزقه وأجله. قال صلى الله عليه وسلم: فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بمعصية الله. أجملوا في الطلب، أي اطلبوا الدرهم والدينار من حله، خذوا من الأسباب الشرعية والكونية، توكلوا على الله جل وعلا حق توكله يرزقكم جل وعلا. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه جمعه أو فرق الله عليه شمله
وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله، أي جمع شتاته وأمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. الغنى غنى القلب يا عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. فاتق الله يا عبد الله. قد أعنت أولئك الوحوش، أولئك الوحوش الذين نزعت الرحمة من قلوبهم والرأفة من صدورهم. أولئك الوحوش أكلة الربا وقفوا على أبواب المصارف يدعون الناس: ائتنا ائتنا، نحن الذين نفك عنك أزمتك. والله لن تزداد إلا ضيقا وضنكا، والله لن تزداد إلا قلا. فاتق الله وتب إلى الله يا عبد الله، تب إلى الله. بعض الناس يقول الله غالب، نعم والله غالب على أمره، لكن الله جل وعلا لم يقل لك اذهب وكل الحرام. واتقين الله يا معاشر النساء، اتقين الله في أزواجكن. كثير من النساء لا تكون عونا لزوجها على طاعة الله. انظروا إلى نساء السلف، كان الرجل إذا خرج يضرب في الأرض لجلب رزقه تقول له وتوصيه: يا عبد الله اتق الله، انظر، اتق الله فينا فإننا ولا تطعمنا إلا من حلال. اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإننا نصبر على الجوع ولكننا لا نصبر على النار. الله أكبر، الله أكبر. هذا حال نساء السلف. انظر كيف كانت توصي زوجها. وبعض النساء قد تضيق على زوجها في جلب الكماليات، بل في جلب التافهات، بل في جلب الأمور التافهات التي إذا وضع الإنسان ماله فيه يعد من المبذرين ومن المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فعلينا أن نتقي الله، جميعنا علينا أن نتقي الله عز وجل، أن نخاف من الله، أن يكون عندنا إيمان جازم بأن الله هو الرزاق. يا عبد الله لا تكن الدابة، خير منك في التوكل دابة. الله جل وعلا يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. الله كرمنا، فلماذا نأتي إلى سبب الشقاء؟ ولماذا نلهف خلف تلك الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فلقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صور الربا، وأين يكون وكيف يكون. فقال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد
فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. فهذه هي الأصناف التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألحق بها العلماء والفقهاء ما كان في معناها. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأصناف إذا بيع الشيء منها بجنسه فلا بد فيه من أمرين وشرطين: الأول القبض من الطرفين في مجلس العقد، والثاني التساوي بأن لا يزاد أحدهما على الآخر، فإن اختل أحد الأمرين وقع المتعاقدان في الربا. فإذا اختلفت هذه الأجناس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اختلفت الأجناس والأصناف فيجوز حينئذ التفاضل، لكن بشرط وهو التقابض في مجلس العقد أو البيع، فإن لم يكن فهو الربا. فما يفعله بعض تجار الذهب من بيعهم الذهب بالتقسيط فهو نوع من أنواع الربا والبيع المحرم. والصورة الصحيحة أن يشتري الذهب ويعطي البائع الدنانير في نفس المجلس يدا بيد: خذ الذهب وأعطه الدنانير. ويجوز أيضا شراء الذهب بالصك المصدق أو الدولار بالصك المصدق إذا كان يدا بيد. وما يفعله بعض التجار من تغرير للناس، يقول له: سوف أبيع لك الدولار، فيذهب ذاك المسكين ويحول له المبلغ في حسابه، فإذا ما جاء تفاجأ ذاك المواطن المسكين بأن يقول له: ليس عندي دولار. إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر كيف يوقعون الناس في الربا. أولا في هذه المسألة لا بد من حضور صاحب الدولار في نفس المجلس، بمجرد ما تحوله المبلغ يكون معك وأمامك، لأن المبلغ عن طريق التحويل سوف ينتقل مباشرة إلى حسابه، فلا بد أن يكون معك بجانبك أو توكل أحدهم عنده، فعندما تنقل إليه أو تحول إليه المبلغ وتأخذ القسيمة اتصل بصاحبك بأن يقبض منه الدولار في نفس الوقت. لكن إذا تأخرت وأخذت تلك القسيمة، قسيمة التحويل، وذهبت إليه في دكانه أو في محله أو في مكتبه، فقد وقعت في الربا. لا بد في نفس المجلس. وقد وقعوا في هذا المحظور. تفاجأ ذاك المسكين بهذه المعاملة فاضطر لأخذها. وكثير من الناس يتعاملون في هذا البيع بالجهل والهوى، وبعض التجار لا يريدون أن يسمعوا الكلام الحق، ويحملهم الهوى وحب الدينار والدرهم على أن يتعاملوا بالمعاملات الربوية. فاعلم يا أيها التاجر، اعلم أنك كلما استكثرت من النار فإنما تستكثر من نار جهنم، فإنما تستكثر من جمر جهنم، لأنك تأكل أموال الناس بالباطل. فيقع ذاك المسكين يقع في الربا ويصيبه الجزع والخوف ويحصل له ما يحصل. فانتبهوا يا رعاكم الله، كثير من التجار إلا من رحم الله مخادعون، أصحاب مكر وأصحاب خداع وأصحاب غش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة ماذا؟ فجارا، إلا من اتقى وبره وصدق. أي أن الحال الغالب على هؤلاء التجار الغش والمكر والتغرير. والقليل منهم هو من يتقي الله في بيعه، القليل منهم هو من يبر في إيمانه، القليل منهم هو من يصدق في بيعه. فلذلك هذه الصورة
هي نوع من أنواع الربا، فيجب على المسلمين أن يتجنبوها. وكذلك من الصور المحرمة شراء الذهب بالذهب، أي أنه يستبدل الذهب بالذهب ويعطي الزيادة، وهذا من الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، فبيع الذهب الرديء أو القديم واشتري بالدنانير الذهب الجديد. اشتري بالدنانير الذهب الجديد، هذه هي المعاملة الصحيحة. أيضا ومن ضمنها من هذه الصور الربوية، وهي ما يفعله أيضا كثيرا من التجار، يقول أريد أن أوسع عليك، فيعطيه صكا ب1000 دينار، ثم يقول له ارجع لي بعد قليل حتى أصرفها لك 1000 دينار. وهذا في باب الصرف، فلا بد أن يكون في نفس المجلس. أعطيه الصك 1000 دينار يعطيك 1000 دينار سيولة في نفس المجلس، في نفس المجلس. أو ما يفعله بعضهم، يقول له صرف هذه 10 دنانير، يصرفها له فيعطيه 7 ويبقي 3 دنانير، ويقول تعال لي بعد غد أو بعد دقائق. وهذا أيضا من الربا يقع فيه كثير من الناس، وهذا لا يجوز. ولا يدخل في هذا من يشتري سلعة بدنانير ثم يبقى على التاجر بعض الدنانير فيقول له ارجع، هذا لا يدخل فيه. وإنما أتكلم عن الصرف، فلا بد أن يكون في نفس المجلس. وأيضا من الصور الربوية التي يتعامل بها التجار هي استبدال الفضة بالفضة أيضا مع الفارق، وكل هذه من أجناس الربا، فلا يجوز المعاملة بهذه. بيع الفضة القديمة واشتري بالدنانير الفضة الجديدة، هو ما يسمى عندنا عند المصارف بالقلب، تعال أقلب لك. والله لقد تكلمت مع أحد المرابين الذين يتعاملون بهذه المعاملات على باب المصرف، فقلت له يا أخي ألا تعلم أن هذه المعاملة محرمة؟ قال نعم بلى أعلم أن محرمة. إن لله وإنا إليه راجعون. إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم. تعلم أن هذا الربا وتوقع أولئك الشيوخ الكبار الذين لا يعلمون شيء، قد يعذرون هؤلاء بجهلهم، وتلك العجائز تغريهم وتعطيهم وتوقعهم في الربا من حيث لا يشعرون ولا يعلمون، وأنت تعلم أن هذا ربا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله، اذهب واضرب في هذه الأرض. قال بإذن الله سأفعل، وجلس في مكانه، جلس في مكانه. وبعضهم يجاهر بالمعصية ويقول من أراد أن يأكل الحرام فليأتني. قبح الله هذا القائل، من أراد أن يأكل الحرام فليأتني. يا عباد الله، هذه النكبات التي أصيبت بها البلاد، وهذه الزلازل التي كل مرة تهز بلدة في بلادنا، وتلك الفيضانات وغيرها من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يخاف من الله جل وعلا. لكن كثير من القلوب غافلة عما يحصل أمامها أو من خلفها أو ما بين أيديها. كثير منا يغفل عن هذه الآيات العظيمة. يأتينا الغرق ويأتينا الجوع ويأتينا الضيق. كيف كنا نعيش من قبل؟ الناس الآن يبحثون عن قوتهم الأساسي. كنا في من قبل نكفر بالنعمة. الأرز يكب في الكنائس والقمامة أعزكم الله، والدقيق تخط به الملاعب، والمعجون معجون الطماطم توسم به الشياه. انظر إلى الكفر بالنعمة، الكفر بالنعمة. فإياك أن تكفر بنعمة الله، وعليك بشكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يجب أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا،
ويجب أن يؤخذ على أيدي هؤلاء. وهذه الخطبة ليست هي الخطبة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. تكلمنا عن الربا والمرابين، وخاطبنا حتى الجهات الضبطية المسؤولة، ولله الحمد. نشكر هؤلاء رجال الأجهزة الأمنية في تنفيذ خطاب الوزارة الداخلية في القبض على من يرابي ويتعامل بالربا. فأنا أشد على أيديهم وأشكرهم بأن يوفقهم الله ويسددهم، وأن يقبضوا على هذا الفيروس إذا انتشر فينا عم فينا الفساد والإفساد، وضاع العيال وضاعت البنات. فاتقوا الله، فإن أكل الحرام يؤثر في البدن ويؤثر في العمر ويؤثر في الديار ويؤثر في البلاد ويؤثر في العباد. فعلينا أن نتقي الله عز وجل. والناس إذا شاهدوا الظلمة وشاهدوا المعاصي ولم يغيروه أذن الله جل وعلا أن يعمهم بعقابه، لأن الذنب إذا عمه وانتشره ولا يوجد من ينكر على هذا المنكر بلسانه أو بيده أو بقلبه، فإن الله جل وعلا يأخذ الصالح والطالح. فعلينا أن نكون مصلحين، لأن المصلح سينجو بإذن الله من عذاب الله. عليك أن تنكر يا عبد الله على من أكل الربا، والذي يقول لك الله غالب أريد أن أؤكل عيالي. بماذا تؤكلهم؟ بالحرام، وتعلم أنه حرام. وما ذنب أبنائك الذين تؤكلهم بالحرام؟ ما ذنبهم؟ والذين تلبسهم بالحرام ما ذنبهم؟ هذا كله من ضعف الإيمان وضعف التوكل على الله جل وعلا. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وعلينا أن نتوب إلى الله جل وعلا من كل معاملة دخلنا فيها بجهل أو بهوى، حتى يتوب الله علينا ويصلح حالنا وحال بلادنا. اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح حالنا وأصلح حال بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من أراد بلادنا بسوء، اللهم من أراد بلادنا بسوء وأراد أمننا بسوء وأراد ديننا بسوء فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل مفسد وكل سفيه. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.